السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الدعاء صلة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، عشان كده الدعاء هو العبادة. دي الرواية الأصح من الدعاء، مخ العبادة. الاتنين وردوا، لكن الرواية الصحيحة الأصح يعني الدعاء هو العبادة. لأن ببساطة كده كونك تدعو ربا فأنت تقر بأنك عبد ضعيف لا تقدر، وأنه رب عظيم يقدر. شفتوا هي العبادة ازاي؟ فما توقفش الدعاء، ما توقفش الدعاء في أي حاجة. وانت بتصلي طبيعي ان تيجي حاجة تشغلك، فلو انت قائم ادخل على شمالك واستعذ بالله، ادخل ثلاثا واستعذ بالله عشان الشيطان ما ياخدكش من التركيز. طيب وانت ساجد بقى، وانت ساجد حول كل حاجة تشغلك لدعاء. عندك مشكلة مع حد، ادعي يا رب حلها، يا رب دبرها، يا رب ارزقني الحكمة وفصل الخطاب، يا رب اهديني، يا رب اهديه. لو عندك شغل في بيتك، يا رب عني، يا رب قويني. بدل ما انتي ساجدة وطالعة ونازلة بتفكري هتشيلي ستاير، هتنزلي كذا، هتعملي كذا، هتطبخي كذا، هتسوي كذا، هتفرزي كذا، او لو انت في شغلك او عليا التزامات كذا وكذا وكذا، والولاد محتاجين كذا، وقسط المدرسة كذا، خلي كل كذا ده يا رب اعمل لي كذا. بدل ما كذا يشغلك عن ربنا، خلي كذا يبقى صلة ليك بينك وبين ربنا لما تحوله لدعاء. لأن احنا طبيعي نبقى مشغولين، بس انت لا، انت رايح تصلي علشان يعني الصفات أو نقاط ضعفك كبشر لا تفسد عليك حياتك. انت ضعيف، بس لو ما استعنتش بالله هتحس بالعجز واليأس. انت هلوع وجزوع، بس لو ما أحسنتش الصلاة، ما أقمتش الصلاة على وجهها، الهلع والجزع دول هيودوك يعني لخسارة نفسيتك وخسارة علاقاتك وخسارة عملك. فخلي كل حاجة تشغلك وسيلة لانشغالك بربنا لما تحولها لدعاء. النهاردة الحلقة بعنوان اغفر لنا. سبحان الله، الاستغفار احنا مأمورين بيه لمصلحتنا والله. الاستغفار بيشيل الذنوب اللي هي أساسا لو اتراكمت على القلب بقى الران، فهيبقى قلبك يعني لا يفقه ولا يعقل. هتعيش كآبة وحزن ويأس، هتعيش حاجات يعني عجيبة. هتهزم على المستوى النفسي والمستوى العملي والمستوى الاقتصادي، المستوى بالنسبة للأمم لو كثرت فيها الذنوب تهزم على كل المستويات. بتكلم عن المسلمين، لأن سيدنا عمر قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عشان ما حدش يقول لي بس يعني طب ما هما بينجحوا اقتصاديا وعسكريا وهم مذنبين وكفار. قوانين المسلمين في النجاح والقوة غير قوانين غير المسلمين. دول غير المسلمين نمد لهم وبياخدوا في الدنيا على قد اجتهادهم، لكن الآخرة معدة نار، نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها. لكن المسلمين لو ربنا سابهم ينتصروا ويتقدموا ويعزوا بعيد عن الإسلام، يبقى ربنا مش بيحبهم، لأنه هيبعدوا أكتر وأكتر، وهيوصلوا بقى بدل ما هو مسلم مقصر ومسلم عاصي هيبقى كافر خالص. لأن طب ما هو اللي بيرجع المسلم لربنا سبحانه وتعالى الانكسارات اللي بتحصل نتيجة ذنوبه فبيفوق يرجع، أو ما يرجعش ويبقى يستاهل بقى الإجرام.
عشان كده في أكتر من 10 مرات اغفر، ربنا اغفر أو فاغفر. والعجيب في الغفران إن متبوع دايما بالرحمات، متبوع دايما بالانتصار، متبوع بالهبات العظيمة. يعني شوف كده، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله. كل يعني معطوف عليه يؤدي للمعطوف اللي بعده. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لو عندك إسراف في أي مجال من مجال حياتك، يعني حاول شوف ذنوبك إيه، علشان لما يعني هتستغفر عن هذه الذنوب، ربنا سبحانه وتعالى هيبصرك بالأمور اللي أنت مسرف فيها، حتى لو ممكن حاجات خير وحاجات حلال. يعني ممكن يكون مسرف في شغله على حساب صحته، ربنا يبصره لما الذنوب تروح. ممكن يكون مسرف في حق الغير على حساب حق أقربائه، ربنا هيبصره لما يستغفر عن ذنوبه. ونيجي للثبات والتوازن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللي يحصل وثبت أقدامنا. نبقى حاسين بالتوازن في حياتنا، مش أي حاجة توقعنا، وبعديها وانصرنا على القوم الكافرين. فالاستغفار بداية النصر. فلو احنا عايشين عصور ذل ومهانة كمسلمين في أيامنا دي، البداية الاستغفار. وما تستغفرش لنفسك بس، ورد في القرآن رب اغفر لي. بس شوف العجيب في رب اغفر لي، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، على لسان سيدنا سليمان. سبحان الله. استغفاره بعديها يعني طلب الهبة العظيمة، فربنا وهبها له. فالاستغفار نصر، والاستغفار هبات عظيمة. بس ما تستغفرش لنفسك بس، استغفر لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات. فلو حابين ربنا سبحانه وتعالى يخرجنا من الذل والعار اللي احنا فيه، مليار مسلم مش عارفين يتحركوا عشان ينقذوا أهل غزة من دولة حقيرة، رغم عندهم المال وعندهم السلاح، بس عندهم الذنوب هي الغلبة. ولا أبرئ نفسي، يعني ما أنا من ضمنهم. عندنا ذنوب غلبة علينا فأضعفتنا، لأن الاستغفار يتبعه قوة. لأن ربنا لما أمرنا بالاستغفار قال من ضمن النتائج ويزدكم قوة إلى قوتكم. فالضعف والوهن ده بسبب الذنوب. فاستغفر كتير. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعاء. سبحان الله. فحبايب قلبي، لو البيت متلخبط زي ما أخذنا في الحلقات السابقة، امشي باستراتيجية الفاتحة، احمد الله واستشعر رحماته وتذكر يوم القيامة واسأله الهداية، واستغفر. استغفر كثير، وبعد كده اسأل صلاح الأحوال. واستغفر، استغفر واسأل حل المشكلة. استغفر واسأل الرزق. الاستغفار أساسا يغير قوانين الكون. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا شباب، الاستغفار ده لو في بلد طبعها لا تمطر، طبيعتها أنها لا تمطر، لا السماء لا تمطر فيها، لو استغفر أهلها وأصروا على الاستغفار لا لتغيرت قوانين الكون، غيرها الله لأجل هؤلاء المستغفرين فأنزل لهم المطر. ربنا ما قالش استغفروا دي في البلاد المطيرة بس. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا
ويمددكم بأموال، حتى لو ما عندكش أسباب يمددك بالاستغفار بالأموال، سواء رزقك أسبابها أو ما رزقكش. وبنين، ما عندكش أولاد، استغفر استغفر استغفر. افرض كتبت عقيم يغير قدرك بالاستغفار. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. استغفروا يا جماعة، أكثروا من الاستغفار. زوجك متغير عليكي، خلي ليكي ورد كبير من الاستغفار، 1000 2000 كده، استكثروا على قد رغبتكم في عطاءات الله، على قد الاستغفار. ولادك مغلبينك، استغفري كتير 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 كتير، بدل ما تفكري كتير استغفري كتير. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ينير بصيرتك ويعرفك انت صح ولا غلط. لو صح هتثبتي وتكملي في الدعاء، لو غلط هتغيري وتتعلمي. يا رب اغفر لنا ذنوبا أخرت النصر وأورثت الذل يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم.